بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض الحواوشي البلدي. انا عملته معاكم قبل كده بس كان بالفراخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض باللحمة. طريقته سهلة وبسيطة خالص وطعمه حلو قوي، احلى وانضف من بره بكتير جدا. حاجة نظيفة ومضمونة وعاملاها بايديكي. كمان طريقته سهلة خالص ان شاء الله، هتعجبك جدا. طعمه حلو قوي، وهقول لكم التوابل بتاعتنا المميزة. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. وعندي كمان نص كيلو من البصل المفروم ناعم. خلاص، عندنا اللحمة بتبقى نفس كمية اللحمة نفس كمية البصل. وعندي هنا ربع كيلو من الفلفل الرومي المتقطع ناعم جدا برضو. خلاص، تقدري تحطي واحد سبايسي كده لو عايزاه حراق. وعندي معلقتين من السمنة او زبدة. وعندي التوابل بقى، عندي دي بهارات شاورما، اسفة حواوشي، بنجيبها من عند العطار. عندي معلقة من الملح وبهارات اللحمة، ومعلقة من الفلفل والثوم البودر والبصل البودر، ومعلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من السكر. خلاص، عندي البيكنج باودر بيدي كده طراوة للحواوشي، ما بيبقاش مكتوم كده، بيبقى حلو قوي، جربوه. عندي بقى هنا هجيب بولة اللي فيها اللحمة، هنزل بالبصل، وكمان هحط الفلفل الرومي زي ما قلت لكم لازم يبقى متقطع ناعم. خلاص، وكمان هنزل بقى بالتوابل بتاعتي زي ما قلت لكم. تقدروا تجيبوا التوابل بتاعه الحواوشي دي بتاعه الشركات، او تجيبوها سايبه كده من عند العطار، بتبقى حلوه قوي قوي وريحتها تحفه. وعندي هنا كمان معلقتين السمنه زي ما قلت لكم، دي سمنه مسيحاها، تقدروا تحطوا زبده. هبتدي بقى اقلب كل المكونات بتاعتي دي مع بعض. لازم تتعجن كويس جدا جدا علشان كل المكونات والتوابل كلها تختلط ببعض. خلاص، لازم تعجنوها زي ما قلت لكم كويس جدا. شايفين؟ لسه عايزه تتعجن. خلاص، ما شاء الله شكلها، مش عايزه اقول لكم بقى على ريحتها حلوه جدا. عندي بقى هنا العيش البلدي. خلاص، انا فتحته كده بالمقص، وهبتدي ان انا احط بقى جواه اللحمه. هاخد كده كمية من اللحمة، يعني طبعا دي حسب الرغبة، بس انا كده يعني مش بحبه يبقى مليان قوي، يعني ما يبقاش كله يعني مليان لحمة كتير اكتر من العيش. فهبتدي اخد بقى اللحمة، وابتدي ان انا افردها كويس جدا في قلب الرغيف بتاعي. وطبعا مش هسيب اي مكان مفيهوش لحمة. خلاص، هبتدي واضغط بقى على الرغيف بتاعي كويس جدا. شايفين؟ ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه. جربوا بقى تحطوا زي ما قلت لكم معلقه الدقيق والبيكنج باودر ومعلقه السكر. معلقه السكر على فكره مش بتبان خالص، بس بتفرق في الطعم جدا، جربوها. ومعلقه الدقيق كمان بتدي تماسك للحمه، ومش بتكش خالص جوه الرغيف. خلاص، هبتدي بقى افرد كده زي ما قلت لكم، نفرد كويس جدا اللحمه في قلب العيش. خلاص، ما شاء الله الكمية بتاعتي يعني النص كيلو عمل معايا 14 رغيف. هبتدي بقى اجيب الصاج بتاعي، وهحط عليه ورقة من الزبدة. هحط ورقة زبدة على الصاج بتاعي، وهبتدي ارص بقى العيش بتاعي بالشكل ده كده. خلاص، وهجيب بقى عندي هنا شوية كده من الزيت، وهبتدي ان انا ادهن العيش بتاعي من الوش ومن الظهر
دهنة بسيطة كده من الزيت. وما تخافوش، عايزة اقول لكم ان هو بيبقى خفيف جدا ومش دسم خالص نهائي، حلو قوي قوي وخفيف. وكمان بيبقى بقى ايه مقرمش كده، يعني طروفه كده مقرمشة وبيبقى طري من النص كده. بصراحة حلو قوي قوي، احلى من الجاهز 100 مرة. هبتدي اقلبه على وشه كده، وابتدي كمان ان انا ادهن الظهر برضو بالزيت. هدخله بقى الفرن على الشبكة على 180. خلاص مش هياخد في الفرن اكتر من 20 دقيقة وهيكون مستوي. وطبعا يعني كل دقيقتين، يعني 5 دقايق كده، ابتدي ان انا اقلب العيش بتاعي على الوش كده. افضل اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الحلو، وكمان هو بيستوي بسرعة جدا. خلاص كده انا دهنته. هدخله بقى الفرن زي ما قلت لكم. وطبعا لو انتي عايزاه طري هتطلعيه من الفرن، وكمان هتغطيه بورق فويل هيبقى طري معاكي. بس هو بيبقى حلو قوي لما بيبقى كده طري وفيه سنة قرمشة. بجد طعمه تحفة تحفة، ومش عايزة اقول لكم بقى على ريحته حلوة قوي قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. عايزه اقولك لو انت بتشوفيني لاول مره، ما تنسيش تضغطي على زر اشتراك وتفعلي الجرس لكل الفيديوهات عشان يوصلك اشعار